الفيديو اللي قدامك ده يا صديقي يبقى لحظة استهداف نظام عناصر الطب في مدينة خان يونس في غزة، في اللحظة اللي كان بيجهز فيها مراسل الجزيرة الكاميرا عشان يطلع لايف. ظهرت طائرات الاحتلال في السماء وقصفت المبنى. الضربة تسببت في خروج قسم الجراحة كله عن الخدمة، ومن بداية الحرب إسرائيل خرجت أكتر من 25 مستشفى عن الخدمة، وخلاص ما بقاش فاضل غير 3 مستشفيات بس هم اللي بيعالجوا الجراحة. طب ليه إسرائيل ضربت المستشفى وهي عارفة إن العالم كله هيطلع ويدين اللي حصل؟ هل كان في قائد مهم من قيادات حماس بيتعالج وإسرائيل جالها معلومة إن هو في المستشفى وجالهم أوامر بضرب المستشفى؟ طب ده مين هو القيادي المهم قوي ده لدرجة إن إسرائيل تخاطر وتضرب مستشفى وهي فاهمة وعارفة إن ده هيضعف موقفها قدام الأمم المتحدة والعالم؟ هو ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقة النهاردة من الخلاصة. يوم الاثنين 24 مارس وبالتحديد الساعة 4 الفجر أهل غزة يسمعوا صوت طيارات مقاتلة بتطير في الجو. الكل بيجري وبيحاولوا يتفادوا الضربة، وكلهم بيجروا ويهربوا في اتجاه المستشفى، لكن للأسف ما كانوش يعرفوا إن المستهدف أصلا هي المستشفى. وفي اللحظة اللي كان مراسل الجزيرة واقف وبيظبط الكاميرا كده عشان ينقل الخبر ويقول إن في غارات دلوقتي وسامعين صوت طيارات هتعمل قصف على قطاع غزة، كانت خلاص المقاتلات الإسرائيلية رمت صواريخها على المستشفى وفجرت قسم الجراحة بالكامل وخرجته عن الخدمة. طب اشمعنى؟ وخلاص ما بقاش فاضل غير 3 مستشفيات بس هم اللي بيعالجوا الجراحة، لا وكمان تتصور وتتفضح قدام العالم وتثبت رواية انهم بيستهدفوا المستشفيات والمخيمات. بص يا صديقي، من بعد تعثر المفاوضات واصرار حماس على حكم القطاع وانها مش هتخرج منه ولا كمان هتسيب سلاحها، اسرائيل قررت انها تغتال كل قيادات حماس العليا والمتوسطة والجداد عشان ما يتبقاش اي طرف يتفاوضوا معاه او يرفض طلباته. فالخطة كالاتي: احنا هنصفي كل صناع القرار السياسي والعسكري في حركة المقاومة عشان الجنود يتشتتوا وما يبقوش عارفين يعملوا ايه. اصل هم لما يشوفوا قياداتهم يتصفوا واحد ورا التاني هيخافوا وهيسلموا الرهائن اللي في الخنادق اللي تحت الارض. حد هيقول لي انا فهمت الخطه، بس ايه علاقه ده باستهداف مستشفى مدنيه فيها ناس عزل وابرياء وكمان ناس مرضى؟ هقول لك، جهاز الشباك الاسرائيلي حاجه كده زي الموساد بس خاصه بالجيش، رصد تحركات لعضو المكتب السياسي الحماس اسماعيل برهوم وهو متجه للمستشفى، وعلى طول انطلقت الدرونز في السماء تصور وتنقل مكانه لحظه بلحظه وتبعت احداثياته لمركز العمليات في الشباك الاسرائيلي. ولما تم التاكيد انه خلاص استقر في مكان جوه المستشفى، جه الامر بضرب المكان كله قصف. ما فرقش معاهم اذا كان في موجود اطفال ولا نساء ولا جرحى، ناس كلهم تعبانين من كتر القصف اللي نزل عليهم زي المطر. وبالفعل توصل الطيارات وتقصف المكان وتنجح، ويستهدفوا قائد مهم من قيادات حماس، قائد ليه دور كبير في اتخاذ القرارات اللي بتخص الاسرى. الحقيقه بعد وقف الهدنه ورجوع العدوان على القطاع، اسرائيل ما بقتش بتقصف، دي بتبيد حرفيا، كأن الجحيم اتفتح على اهل غزه وفلسطين كلهم. خلي بالك هم مش عاملين كده من فراغ، القصف العنيف ده وراه هدف. اسرائيل قصده تعمل كده علشان اهل غزه يشوفوا الجحيم على الارض بعينيهم، ولما يتحط على الترابيزه خطه التهجير الطوعي كله يقول لك ايوه احنا موافقين. تهجير طوعي يعني اسرائيل هتفتح للناس اللي في القطاع حدودها مع مصر وتقول لهم يلا والله اللي مش عايز يقعد هنا ويعيش في الجحيم يهرب دلوقتي، او ممكن تتفق مع دول تانية في افريقيا او في اوروبا انها تستقبلهم. اسرائيل من وجهه نظرها ان كل يوم بيعدي واهل غزه شايفين الجحيم على الارض ده هيخليهم عايزين يخرجوا ويهربوا بسرعه من المكان. الموقف دلوقتي بقى صعب جدا ومش شبه اي حاجه مرينا بيها قبل كده. الظاهر كده ان ترامب كان عنده حق لما قال ان الاسرى لو ما رجعوش الجحيم هيتفتح في غزه، واسرائيل بالفعل بدات في خطتها ان هم يصفوا القاده العليا والوسطى في حماس واحد واحد. اصل يعني اسرائيل والشباك عارفين العفريت مخبي ابنه فين، بس هي يعني زي ما تقولوا كده بتتلكع في انقاذ الرهائن بتوعها. هي اصلا قصده ده عشان تخلص مهمتها وتقضي على عناصر المقاومه وحماس بقى كتائب القدس تطلع كل الفلسطينيين من غزه. ودي اصلا خطه نتنياهو عشان بعد الحرب ما تخلص ويجي يحاكموه، ده انا خلصتكم من حماس والقرف بتاعهم وجبت لكم يعني غزه على طبق من ذهب كده لتنضم لاسرائيل الكبرى. نتنياهو ده يا صديقي يعتبر اخطر واحد حكم اسرائيل في خبث الدنيا، ومصر بتتصرف معاه حاليا بحذر كبير جدا، ومهما حاول يجرنا للصراع او يدخلنا في الحرب بننور منه وبنعرف ناخد اللي احنا عايزينه وعارفين ازاي نحمي امننا القومي كويس. وانت بقى يا صديقي تفتكر نتنياهو واسرائيل هينجحوا في خطتهم وفعلا هيقدروا يصفوا كل قادة حماس ولا مش هيقدروا عليهم والخطة هتفشل زي خطة تحرير الرهائن كده؟ اكتب لنا رأيك تحت في الكومنتات، ولو وصلت معانا لحد هنا اعمل لنا لايك واشتراك في القناة وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان توصلك الخلاصة. سلام.